أبو مساعد، الله يهداك، ليش مو رابط الحزام؟ اربط حزام الأمان، آمن لك. فكين الله يهداك، مليت وأنا أسمع هالكلمة. أنا غصب أتقلقص بالكرسي، تبوني أربط الحزام؟ ما بي. يبا رفيقي يقول لما يركب السيارة مع أبوه يربط حزام الأمان. يبا اليوم زاروا مدرستنا وفد من وزارة الداخلية وقالوا لنا وايد أشياء حلوة لسلامتنا ومنها حزام الأمان، فلازم تربط حزام الأمان. يا عيال لا تخافون، أبوكم فنان بالقيادة. اللي ما يطيع يضيع. احنا ما نضمن الظروف. ربطوا حزام الأمان، سلامتك غايتنا. أبرز قوانين السلامة المرورية. يتميز نظام المرور في السعودية بوضع القوانين الصارمة بهدف المحافظة على الأمن والسلامة والتقليل من الحوادث قدر الإمكان. وفيما يأتي نستعرض لكم أهم قوانين السلامة المرورية. خفف السرعة 80، حيث أن تجاوز السرعة يعتبر السبب الرئيسي لمعظم الحوادث. احترم إشارة المرور. الالتزام التام بكل ما تتطلبه إشارة المرور واتباع جميع قواعدها. ربط حزام الأمان للجميع. حزام الأمان يقلل من الإصابات الخطرة بنسبة 50% والوفيات بنسبة 45%. اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك. خفف السرعة عند أماكن عبور المشاة. لا تستعمل الهاتف الجوال. الرسائل النصية بدورها تعد أخطر من المحادثة، حيث أنها تشغل أهم 3 حواس: اليد والدماغ والبصر. عدم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية. يجب استخدام الكراسي المخصصة للرضع والصغار. تجنب القيادة في حالة النعاس. السلامة المرورية. الدنيا إذا زدنا بها أكثر من 1,000,000 شخص في العالم يلاقون حتفهم في حوادث السير، ويصاب بسببها 50 مليون شخص سنويا. وهذه الأرقام المخيفة تجعلنا نتساءل: كيف يمكن أن نقلل نسب الإصابة في الحوادث؟ ذلك يحدث عند الالتزام بسرعة محددة وقواعد المرور. ومن أهم المساعدات على ذلك حزام الأمان. فحزام الأمان يقلل احتمالية الوفاة والإصابة في الحادث المروري بنسبة تقل عن 70%. هنالك خطوات يجب اتباعها عند لبس الحزام. يجب الجلوس بشكل صحيح. التأكد بأن يكون الحزام مشدود على الكتف، وأن يكون مشدودا على منطقة الحوض وليس البطن. عدم ربط الحزام بالطريقة الصحيحة يمنعه من أداء مهمته بشكل صحيح وحماية الركاب. نحمي الروح والأجسام ونسمو كلما نحيا، جمال وروعة الدنيا إذا زدنا بها وعيا. السلامة المرورية. إشارات المرور هي لوحات تقوم بتنظيم سير المركبات، بإرشاد السائقين بعلامات لها دلالات معينة. هناك 3 أنواع رئيسية: إشارات تنظيمية وتكون دائرية الشكل، إشارات تحذيرية والتي تكون على شكل مثلث، إشارات إرشادية تكون مستطيلة الشكل، ورسم خط أحمر على بعضها يدل على منع السائقين من القيام بأشياء معينة، مثل الدوران للخلف أو الانعطاف لليسار أو التجاوز. السلامة المرورية. الإشارات الضوئية اختراع مهم لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة في التقاطعات. في عام 1920 ميلادي قام الشرطي الأمريكي ويليام باختراع إشارات المرور بشكلها الحالي، واستخدم نظام الألوان الخاص لتنظيم حركة القطارات، فاستخدم الأحمر والأصفر والأخضر. الإشارة الحمراء تعني بأنه يجب على السائق الوقوف بشكل كامل قبل المرور أو الانعطاف. الإشارة الصفراء تعني
بأن السائق يتوخى الحذر عند المرور. الإشارة التي بها أسهم تعني بأنه يمكنك الانعطاف باتجاه الساق عندما يكون الضوء أخضر، والتوقف عندما يكون الضوء أحمر. الإشارات قد تختلف في شكلها أحيانا، ولكن جميعها لها نفس المعنى. والأجسام ونسمو كلما نحيا السلامة المرورية. المشتتات هي كل ما تستحوذه على اهتمام قائد المركبة وتعيق تركيزه على القيادة. تنقسم المشتتات أثناء القيادة إلى عدة أنواع: بصرية ويدوية وإدراكية وسمعية. البصرية هي كل ما يتسبب في إبعاد نظر السائق عن الطريق، مثل الهاتف الجوال أو القراءة أثناء القيادة. اليدوية مثل الأكل والشرب أو تغيير قنوات المذياع، تبعد أحد اليدين أو كلاهما عن المقود، مما يؤثر على قدرة السائق بالتحكم بالمركبة. آخر المشتتات وهي الإدراكية والسمعية، والتي تكون عادة مرتبطة ببعضها البعض، مثل كثرة الحديث أو النعاس أو الشعور بالدوار، والتي تؤثر في مستوى تركيز السائق. أخطر المشتتات وأكثرها شيوعاً هو استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث يزيد فرص حدوث حادث ب23 مرة، ويتسبب بما يقدر ب1,600,000 حادث حول العالم سنوياً، لأنه يشتت السائق في جميع المستويات. السلامة المرورية. السرعة الزائدة مشكلة خطيرة تهدد سلامة المجتمع بأكمله. تشير الإحصائيات بأن ما يقارب الثلث من الحوادث المميتة سببها تجاوز السرعة المسموح بها. هذا يعني بأنه ما يقارب 400,000 شخصاً على الأقل حول العالم يفقدون حياتهم بسبب السرعة في كل عام. يتم تحديد سرعة الطرق من قبل الجهات المختصة بناء على عدة عوامل كتصميم الطريق ووجود المشاة. عادة توجد لوحات تنظيمية تظهر عليها السرعة القصوى المسموح بها، لذا يجب على السائق اتباعها. ينبغي للسائق أن يسير بسرعة أقل عند الازدحام، وجود الإصلاحات، هطول الأمطار، العواصف الرملية أو الضباب. نتمنى لكم السلامة دوما. دمتم في رعاية الله.